مرحبا، شلونكم؟ اليوم حسوي وياكم أطيب تتبيلة أجنحة المشوية على الفحم. جربوها وراح تعتمدوها إن شاء الله. في البداية نحضر الأجنحة، غسلتهم بمي وملح وخل. بعدها حضيف عليهم كوب من اللبن، الزبادي، نضيف زيت الزيتون. بعدها حنضيف التوابل، ملح، زعتر، بابريكا خشنة وبودرة، فلفل أسود، كمون، كاري، كركم، ثوم بودرة، بصل بودرة، من كل شي ملعقة. بعدها حنخلط المكونات، توابل والأجنحة كل زين. بعد ما تبلناها حنغطيها ونتركها ساعتين بالتتبيلة، إذا أكثر يكون أفضل. بعد ما تبلت بعد ساعتين بهذا الشكل حنشيشها نفس ما واضح أمامكم، أو تقدرون تخلوها بالفرن تشووها، بس طبعا بالفحم تعطي النكهة والطعم أكثر. أتمنى تكتبولي من أي مكان تتابعوني، ويا ريت فيديوهاتي تنول إعجابكم. وبهذا الشكل بعدها حننتقل للشوي. حنشويها، خليها على الفحم، خليها على راحتها تنشوي بدون ما يعني نبقى كل شوية نقلبها، نتركها لما تستوي بعدها نقلبها. بعد ما استوت حنقلبها على الجهة الثانية. بعدها حندهنها بالصلصة، والصلصة هي معجون الفلفل الحار، عصير الليمون، زيت الزيتون، صلصة الباربيكيو، من كل شي شوية ونخلطه. بعد ما دهناها حنشرحها بالوسط حتى تدخل الصلصة داخلها وتتنكه النكهة مالتها، وهذا شكلها. وما اقدر اوصف لكم الريحة والطعم، صراحة تجنن. جربوها كلش كلش طيبة وراح تعتمدوها ان شاء الله. بعدها حنحضر خبزة نخلي عليها البصل والكرفس متبلتهم بالسماق والخل والملح، وننزل قطع الدجاج اللي شويناها، وهذا شكلها النهائي. أتمنى عجبتكم الطريقة، وأقولكم سلامكم العافية، مع السلامة.